معلم فهيم، قول لي بقى، تعرف الحيثيين؟ طبعا يا خالو، دول اللي منيمين البحر الاحمر من العصر ومعطلين علينا قناة السويس. يخرب بيت دماغك، لا يا ابني مش دول، خلطت الامر. اللي اقصدهم دول ليهم دولة قديمة. يا مصبرنا على مصيبتي يا رب. تعالى افهمك بالراحة. القابهم ايه؟ الامبراطورية او الحضارة الحيثية، تمام؟ وساعات بيسموها بلاد ختي. طيب المؤسس لبرانا الأول حتوسيلي الأول. يقال إن لبرانا ده لقب للحاكم أو للملك، تمام؟ الفترة الزمنية كانت 1650 قبل الميلاد حتى 1178 قبل الميلاد. شرارة المنشأ خاتوشة أو حاتوسة شمالي الأناضول. طيب التوسع، أنت طبعا عارف شغلانتك، نزل الخريطة. توسعوا فين؟ وسط الأناضول، جنوب غرب سوريا، حدود الأوجريت، وبلاد الرافدين العليا. طيب قول لي بقى، اللغة كانت ايه؟ بصراحة قالوا دولة غريبة مش عارفها. طيب كانت الهندو أوروبية، كانت لغة الحيثية، وفي أقليات اللوفية والأكادية، تمام؟ الدين الحيثي القديم، وكان لهم إله الشمس أرينا، وللرعد ترهطة. طيب ابرز القاده ايه بقى؟ ركز معايا شويه عشان اساميهم صعبه شويه. حتوسي الاول او حتوسيلي الاول، مرسيلي او مرشيلي الاول، سابيلو ليوما الاول. سابيليو ليوما الاول. ماشي. طيب العلاقات بقت كانت ايه بقى يا فهيم؟ صراع مع المصريين قوي. ماشي. واول معاهده سلام في التاريخ بين المصريين والحيثيين. صراع مع الاشوريين زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت، وشعوب البحر، وتجاريه مع الجيران. طيب اهم الاحداث ايه؟ هم قلدوا الاشوريين فاستخدموا الحديد في الاسلحه. تطوير شبكات الري برضو ظبطوها من الاشوريين. نظام لضبط الاسعار والمركزيه للملك ورجاله. واتفاقيه سلام او اول اتفاقيه سلام في الدنيا كلها وفي التاريخ مع مصر بعد معركه قادش. طيب الأعداء واضحة: المصريين، الأشوريين، شعوب البحر المتوسط، والميتانيين. نقاط القوة إيه بقى؟ الزراعة، شبكات الري المتطورة، الموقع الاستراتيجي، قوة عسكرية، اقتصاد قوي، تجارة، فن، ثقافة، في الكتابة على بالذات على الألواح الطينية، تمام؟ نقاط الضعف كان صراع داخلي، قدرات ضعيفة، اضطرابات اجتماعية وسياسية، وارتفاع التضخم. أسباب التفكك إيه بقى يا فهيم؟ هجمات شعوب البحر المتوسط، القوى الطبيعية والزلازل، ومن رأيي مش هي اللي تفكك الدولة، جفاف شديد، ثورات سياسية، وحط عليهم نقاط الضعف تهدم لك أجدعها دولة. متنساش يا فهيم تنزل الشعار والعلم للدولة دي. المصادر في صندوق الوصف. رأيكم يهمني، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب عشان فهيم ما يزعلش. وإذا حابين أتكلم عن دولة من اختياركم شاركوني في التعليقات، ونتقابل في الدولة اللي جاية.